السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شاركت معكم العشيوه ديالي كيف كتشوفوا هكذا. شويه ديال ركيبات ديال الدجاج مشويين في الفران مع شويه ديال الشلاضه هكذا. الروز، البربر، البطاطا، كلشي مسلوق ومصاوبه مع المايونيز. هنايا عندي الروز سلقته الكميه اللي بغيتو، درت ليه شويه ديال المايس، واحد الحك ديال المايس، درت ليه مايونيز. هاد المايونيز هادي كتجي خطيره، دابا نشاركها معكم ان شاء الله بلا بيض بلا والو. من بعد ما خلطت هاد الروز ديالي مع المايس مع المايونيز، هنايا بغيت تضيفوا ليه الطون ضيفوه، انا ما درتوش، درتو غير هكذا. صافي كنحطهم هكذا في الطبيصل ديالي اللي كنزينهم هكا بزليفه باش كيجي الشكل ديالهم زويون في المنظر. نتوما زينوا كيف ما بغيتوا الطبق ديالكم، كيبقى كلشي اختياري وحسب الذوق ديال كل واحد. هكا شليضه كتكون خفيفه في الليل، ما كتجيش الماكله ثقيله، باش نقصوا شويه من الخبز بزاف دائما. هكذا الواحد كياكل شليضه صافي كيشبع. بعد ما حطيت الروز ديالي هكذا كيف كتشوفوا، دابا غادي نحط البربه ما درت فيها حتى شي حاجه، سلقتها بالقشره ديالها، غسلتها مزيان وسلقتها حتى كتنشف من داك الماء ديالها باش كتبقى في المذاق ديالها وكتبقى حلوه وزوينه. كنخليها حتى كتنشف، عاد كنحيدها صافي كنقشرها ونقطعها طريفات صغار، كنحط شويه من هنا وشويه من هنا. هنايا عندي بطاطا وخيزو سلقتهم، هادشي اللي عندي متوفر في الدار هو اللي درت. يمكن لكم تزيدوا جلبانه، تزيدوا لوبيا خضراء، تزيدوا القوق، الخضره كامله اللي عندنا في الدار نديروها. هنايا عندي ركيبات ديال الدجاج مشرملين وشويتهم في الفران، مره اخرى ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. صافي كنحطهم هكذا في الوسط ديال الشلاضه، كيجيو زوينين هكذا محمرين في الفران. انا كنت زربانه شويه، داكشي علاش ما صورتش معكم الدجاج. التتبيله ديالهم كتجي رائعه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله. هذيك البصيله اللي بقات ليا محمره كنديرها من الفوق. هنايا غادي ندير شويه ديال ليشو عندي مقطع رقيق. انا هنايا كنقطعو بالموس ديال البطاطا، الموس ديال البطاطا وخيزو هو اللي كيقطع ليا ليشو رقيق. من بعد فركتو مزيان بشويه د الخل باش كيطيح. صافي كنحطهم هكذا في الجنيبات ديال الطبسيل، كنزوق بشويه ديال المطيشه مقطعه طريفات، شويه ديال المايونيز كنزيدها من الفوق حسب الاختيار. وهنايا غادي نضيف شويه ديال لاصوص فينيغريت، غنضيفها من فوق المطيشه وليشو، هما ما فيهمش الملحه باش ما يجوش شويه باسلين. ايوا صافي هكا ساليت. الطبق ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، هكذا العشاء كيجي زوين وخفيف. كنتمنى يعجبكم هذا الطبق وما
ما تنسونيش باللايكات ديالكم الزوينين وشي كومونتير زوين من عندكم، وهكا باش نزيد نشارك معكم الوصفات ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وبسلامة عليكم.